السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة تالت يوم في دورة الفراخ البيضة في الدورة الصيفية معايا. هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة قوي اللي هي العليقة، وكمان المضاد الحيوي والحرارة والنظافة. زي ما انتم شايفين كده، دي عليقة بادي سمسم تركيز 23. العليقة دي بستخدمها من عمر يوم لعمر 20 يوم. بتكون خفيفة على معدة الكتكوت، وكمان بترفع المناعة عشان التركيز بتاعها 23 في البروتين. بستخدمها للنمو بتاعهم. دلوقتي انا عايزة اقول لكم على حاجة مهمة بالنسبة للعليقة. ازاي تعرفي ان العليقة دي مركونة عند صاحب المحل؟ اول حاجة بشم ريحة العلف لو كان ريحته وحشة او لونه قدامك متغير زي اللون الاخضر كده او مكلكع في بعض، يبقى العلف دوت مركون وواصل له رطوبة. ارجعه تاني لصاحب المحل، عشان لو الكتكوت اكله البكتيريا هتتنشط عنده اكتر من العفونة اللي في العلف، وكمان هتلاقي عندك وفيات كتيرة وانت مش واخدة بالك. فمن الاول اتجنب الحتة ديت. اختار صاحب محل يكون التسويق عنده كويس على طول بيبيع. نجيب من عند حد موثوق فيه. انا عن نفسي بشم العلف اول ما بفتح الشكارة، مش بحط كله، بحط شوية الاول بشوف الكتكوت هيسحب معايا العلف دوت ولا لا. وكمان علشان اعرف الكتكوت بياكل قد ايه، اكل النهاردة ولا ما اكلش، بحط شوية بشوية. وكمان بزود كمان علفات علشان ما يحصلش عندي افتراس او كمان يموتوا بعض من التزاحم على العليقة. الاحسن ان انا اوزع العلفات بشكل كويس للكتكوت عندي، واحط شوية بشوية. ومن ناحية العليقة كمان اختار شركة كويسة تكون البروتين بتاعها كويس، تكون الناس مثلا جربتها وحد شكرلك في العلف دوت. ما اختارش شركة تكون سعرها مثلا قليل فانا اجيبه ممكن البروتين بتاعها ما يكونش كويس، يكون الرطوبة فيه عالية. تاني نقطة معايا هتكلم فيها النظافة لازم تكون الفرخ ما عندوش اي بلل. البلل دوت بيسبب رجليه توجعه ويقعد على الارض، انت ما تبقاش عارفة هو في ايه، رجله عملت كده ليه، توجت كده ليه. دوت من البلل اللي بيبقى في الارض، احنا ما بنشيلهوش. دلوقتي زي ما انتم شايفين الحتة عايزة تتنضف معايا، هنضف كل دوت، وكمان هوسع كمان شوية وهوريكم. زي ما انتم شايفين كده احنا نضفنا المكان وحطينا العلافات وحطينا فيها نص معلقة نشا عشان تمسك بطنهم من الاسهال، ما يجيلهمش اي اسهال. وكمان حطينا المية، حطينا فيها سنتي من مضاد حيوي تنفسي بشري للاطفال. وكمان نضفنا المكان ووسعناه. واهم حاجة اظبط درجة الحرارة دلوقتي هما في تالت يوم بتبقى 32 درجة. واهم حاجة التهوية المناسبة لهم. دلوقتي احنا وصلنا لملخص يومنا النهاردة. لو عندك اي سؤال في العليقة او طريقة تقديم العلف اكتبوها لي في التعليق، وما تنسوش تعملي لايك للفيديو واشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.